السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ وحشتوني جدا. يا رب تكونوا كلكم بخير يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الوردة المنتفخة بس بالشوكة. ايوه بالشوكة زي ما انتوا سمعتوني كده وشفتوا على الكفر بتاع الفيديو. زي ما انتوا عارفين بحاول اجيب لكم افكار جديدة، وبحاول ان انا اجيب لكم حاجة يعني تبقى سهلة وسريعة بالنسبة لكم. فالنهارده ان شاء الله اخترت الفيديو ده، يا رب يا رب يعجبكم كده وتستفادوا منه. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه تدعولي دعوة حلوة من قلبكم. وكمان لو حابين تعملوا لايك بجد هكون مبسوطة جدا جدا انكم بتدعموني. ولو حابين تشوفوا المحتوى بتاعي وتشوفوني مرة تانية ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. دي المكونات اللي انا هستخدمها ببساطة قوي، زي ما انتوا شفتوا كده شوكة زي اللي احنا بنستخدمها بالظبط، واي خيط عندك. هنبدأ كده واحدة واحدة، بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض. هجيب الخيط كده واحدة واحدة وهلفه على الشوكة، هقلب الشوكة كده يعني على ظهرها، وهلف الخيط كده زي ما انتوا شايفين كده. هفضل الف الخيط على الشوكة. يعني انا لفتها حوالي 33 35 لفة، يعني مش متذكرة العدد بالظبط. وهبتدي اداري الطرف اللي هو اللي انا بكون بادئه بيه، هبتدي اداريه كده في قلب الوردة بتاعتي بالشكل ده. هفضل الف كده لحد ما اوصل مثلا ل30 او 33 لفة. بس العدد اللي انت هتلفيه في اول واحدة هو ده اللي هتمشي بيه في الكل، علشان يبقى كل الوردة بتاعتك طالعة بحجم واحد وبطول واحد وبسمك واحد. تمام. بصوا بحط بقى ايدي كده من تحت وبقص الخيط على مسافة مناسبة. بصوا بمسك كده الخيط واجيب المقص واقص الخيط على مسافة مناسبة، وبجيب ابرة التنظيف وادخل كده من جواها الخيط. بصوا بمسك كده واحدة واحدة، كل ده وانا ماسكة الخيط بايدي من تحت، من تحت الشوكة كده. ابتدي ان انا ادخل الخيط في ابرة التنظيف. تمام. بصوا بقى ده كده الشكل. بعد كده بقى هدخل الخيط كده، بصوا منين، هدخله من الطرف ده يخرج لي من الناحية التانية، وهبتدي اشد الخيط معايا. اتكون معايا حلقة كده. هبتدي ان انا أأمن بقى شغلي علشان لما اخرجها برا الشوكة تبقى مربوطة كويس ما تتفكش مني. بصوا ادخل كده في الحلقة دي، اجيب الخيط وادخل كده من تحت الحلقة وهشد الخيط. اشد قوي بقى يعني بحيث انها ايه تبقى مشدودة معايا كويس. هعمل نفس اللي انا عملته تاني. هدخل الابرة من طرف تخرج لي من الناحية التانية وتكونت معايا حلقة، هدخل الخيط من قلبها بالشكل ده كده. بصوا بقى بجيب الخيط والفه الناحية التانية كده علشان انقل وامن الناحية التانية، واللي انا عملته في اول ناحية هعمله في الناحية التانية. هدخل الخيط من ناحية وتخرج لي من الناحية التانية بالراحة خالص وعلى مهلك. طبعا في الاول هتحس انها صعبة شوية، بس مع التكرار هتلاقيها سهلة وجميلة. وكمان عملية قوي، هقولكوا ازاي في اخر الفيديو. نبتدي نشد كده، نعمل اللي احنا عملناه في الناحية اليمين هنعمله في الناحية الشمال بالظبط. لو شايفة انها صعبة عليكي ممكن تعدلي الشوكة زي ما انا عدلتها كده علشان تسهل معاكي الدنيا بالشكل ده. واشد جامد كده عشان الشغل بتاعي ما يفكش. تمام. هخرج بقى ده كده شكلها. هخرج بقى يعني هنقول عليها بتلة او يعني او جزء كده من الوردة، وهقص بقى بالمقص كده. انا كده كده مأمناها مرتين فمفيش خوف او قلق.
بالشكل ده كده. دي كده اول واحدة معايا. هعمل من دول كده 4 تانيين، هكرر معاكم واحدة كمان علشان تاخدوا بالكم انا عملت ايه مرة تانية، والتلاتة التانيين هعملهم ورا الكاميرا، وبعد ما اخلص هوريكم هنعمل ايه. يبقى انا في الوردة بعمل 5 هنقول عليهم بتلة. تمام، هفضل الف كده على الشوكة، هلف الخيط على الشوكة. بصوا انا سبتها زي ما هي رغم ان انا اتلخبطت فيها، بس عايزة اوريكم ان عشان مش من اول مرة هتظبط معاكم. بصوا الخيط يعني ايه بيوسع مني، فاللي هو هتحسي ان البتلة بقت مش طويلة كده او مش مظبوطة زي اللي انا كنت عاملاها. فابتدي ان انا افك كده واعمل من الاول تاني عادي. طبيعي تتلخبطي وطبيعي تحسي، يعني زي ما قلتلكوا في الفيديوهات اللي فاتت، الظبط والفينش بتاع الشغل اهم من الشغل نفسه. اما تطلعي الحاجة مظبوطة وتطلعيها زي بعض بالظبط، ده هيفرق في شكل شغلك قوي. نبتدي كده ان احنا نظبط، ونفس العدد اللي احنا عديناه في اول بتلة بنعده في تاني بتلة وفي تالت بتلة، يعني في رينج 30. لو انت عايزاها ضخمة قوي ممكن تعمليها 40 45، بس منصحكيش، يعني خليها كده في الرقيق، عشان كل ما الحاجة بتبقى رقيقة كل ما الحاجة بتبقى طالعة شكلها ألطف بكتير. نبتدي ان احنا نلف كده بالشكل ده كده. كام لفة. بعد كده بقى هوقف الخيط بتاعي زي ما قلتلكوا، ونسيب كده مسافة مناسبة واقص الخيط بتاعي. هدخل الخيط في إبرة التنظيف كده، وهدخله بقى من تحت الشغل، ما بين الشغل كده هدخله يخرج لي من الناحية التانية، واسحب الإبرة. هنا كنت عاملة الإبرة بالعرض فما دخلتش، ظبطتها كده تمام. بصوا كونت معايا حلقة اهي. هدخل الإبرة كده واشد الخيط بتاعي كويس. هدخل الإبرة مرة تانية، انا هنا كنت مقصرة الخيط قوي بس على اساس ان هو ما يهدرش معايا، يعني برضو عشان اعمل حاجة ما تهدرش معايا خيط كتير، فكان بيخرج يعني كل شوية كان بيخرج من الإبرة. وديت كده الخيط الناحية التانية في الناحية الشمال، وقلبت الشوكة عشان تبقى سهلة عليا كده زي ما انتوا شايفين. وهبتدي ادخل الخيط برضو، ادخل الخيط كده من نص الحلقة. بصوا كان صغير الخيط بس والله كده احسن، يعني تحس ان انتي يعني قلبك مش بيوجعك كده على الخيط اللي بيروح، اللي هو لو كان بس في شوية خيط كده كنت عملت مش عارف بيهم ايه، الاحساس ده بيجيلي على طول اللي هو يا ربي كده يعني. ف ف مش عارفة والله انتوا بتحسوا نفس احساسي ولا لا، بس يعني انا بحس كده اللي هو انا ليه قدرت كل الخيط ده، كنت استفدت بيه في حاجة تانية. وهبتدي ان انا اشد الخيط كده واطلع الخيط من الشوكة، وطلع نفس التانية بالظبط. بصوا اهو نفس كل حاجة، شايفين تخينة كده ما شاء الله عليها اللهم بارك. وهبتدي ان انا اقص الخيط كده. انا كده عملت 2، هعمل بقى 3 تانيين وارجع لكم تاني بنفس الطريقة بنفس العدد بنفس كل حاجة. انا رجعت بسرعة برضو. هجيب بقى ابرة التنظيف كده. انا عملت ال3، شايفين شكلهم اصلا حلو، يعني هم على فكرة لسه يعني انا بس حطاهم كده.
وهبتدي ادخل ابرة التنظيف كده في كل جزء من الوردة واسحب كده. هدخل الابرة في النص كده واسحبها بالشكل ده، تمام كده بالمنظر ده. بصوا شكلها بقى عامل ازاي، سهلة وبسيطة. هي طبعا مش بتاخد وقت خالص، بس انا عشان بعملها بالراحة قدامكم يعني تحسوا ان هي بتاخد وقت. هنبتدي ان احنا نربط كده الخيطين قوي، ندخلهم كده قوي مع بعض، نربطهم جامد كده بحيث ان البتلات تضم على بعض بالشكل ده. نشد جامد مرة واتنين، نربط مرة واتنين عشان نأمن شغلنا بالشكل ده كده. بصوا شكلها كيوت كمان بقى. بصوا ممكن تحطوا خرز كده في النص، هيبقى شكلها اللي هو اللولي ده او الوان كده، بتخلي شكلها روعة عشان الفراغ ده برضو ما يبانش. بصوا بشد كده كويس، تمام. وهبتدي ان انا برضو اجيب ابرة التنظيف واداري الشغل بتاعي، اداري الطرفين دول جوه الشغل. انا هداري معاكم طرف واحد، تمام، وهقص التاني كده سريع سريع. هداري كده الطرف ده معاكم. بصوا بدخله ازاي عشان أأمن الشغل بتاعي بيه بالشكل ده كده. هقص بقى، بصوا شكلها، شايفين؟ جميلة جميلة بجد، اللهم بارك. هقصقص بقى الخيط على قد ما اقدر كده، وزي ما قلت لكم عايزين تعملوا يعني تركبوا من جواها كده وتدخلوا اللولي من جواها، هيبقى شكلها قمة في الروعة. طيب مش عايزين تعملوا لولي، ما عندكوش، بس عايزين تعملوا شكل في النص كده، انا استخدمت ابرة مقاس 3، وجبت خيط كده رفيع، وابتدي ان انا اعمل عقدة البداية، وهشتغل 1 2 3 4 سلاسل، تمام. عايزين تشتغلوا 3 سلاسل هيبقى كويس برضو على حسب سمك الوردة اللي انتوا عاملينها. وهلف الخيط على الابرة وهدخل في اول سلسلة واسحب الخيط واشده. هلف الخيط على الابرة، تمام، وادخل في اول سلسلة اشتغلتها واسحب منها الخيط واشده كده بمقدار ال3 سلاسل الباقيين بالشكل ده. هلف الخيط على الابرة وادخل في اول غرزة واسحب الخيط بالشكل ده، وفي الاخر خالص هلف الخيط على الابرة واخرج من كل الحلقات اللي انا عملتها. لو لقيتوا ان هي مش سالكة معاكم، طلعوا كده، يعني ايه، كل ما تمشوا شوية طلعوا الابرة وفضوها كده، يعني اللي هو خلوها تسلك. يا رب تكونوا فاهميني. بس انا مش عارفة ان انا اقول لكم يعني ايه جمل وعبارات كده من اللي هي القوية دي، بس انا عشان بكلم اخواتي وصحابي وكده، فاتمنى ان انتوا تكونوا فاهميني. خدت سلسلة كده تأمين للشغل بتاعي، وهبتدي ان انا اقصقص الخيط بالشكل ده كده. بصوا بقت صغننة كده خالص، وهبتدي بقى ان انا ادخلها في النص كده. بصوا على حسب بقى يعني الشكل اللي يريحكم، عايزين تعملوها في اليمين، عايزين تعملوها ورا، يعني براحتكم. ابتدي كده ادخلها في النص بالشكل ده.
اللون اللي يعجبكم تقدروا تنفذوها بألوان مختلفة، تعملوا البتلة. يعني الوردة دي مكونة زي ما قلنا من 5 بتلات، كل بتلة من دول عايزين تعملوهم لون مختلف، يبقى ميكس كده مطرقع، يعني كلها افكار حلوة قوي. كمان زي ما قلتلكوا في الاول ان هي منجزة في حاجة في حالة واحدة، بدل ما انتي بتشتغلي وردة وردة بالكروشيه والخيط والكلام ده كله بإبرة الكروشيه العادية يعني، فانتي ممكن تعملي مثلا عدد من البتلات ينفع يتقسم على 5. تمام، مثلا تعملي 60 واحدة، تعملي 70 80 براحتك. مرة واحدة تعمليهم تشتغليهم، وبعد كده تقومي مقفلاهم بقى كلهم مع بعض، فاهماني؟ اللي هو الحاجة تبقى عندك جنبك يدوب بس تقفلي 5 5 كده، يبقى الدنيا معاكي ظبطت في وقت قياسي حرفيا. والأحلى ان الوردة دي وشها زي ظهرها كلها كده منفوخة، مفيش مثلا خيط طالع خيط نازل تحسي ان الخيط هنا مش مشدود كويس. انا كنت منزلة قبل كده فيديو في الغرزة اللي هي الوردة المنتفخة دي، بس حقيقي الفيديو ده انا بقيت اعتمد الطريقة دي، سهلة جدا. بعد ما ربطت الخيط بتاع الشكل اللي في النص اللي هو الانتفاخ الصغنن اللي في النص، هبتدي برضو اداريه في قلب الشغل بالشكل ده. مش هيبان لان الوردة اللهم بارك عليها منتفخة، يعني الوردة تخينة قوي يعني مش هتبان. وطبعا سمك الخيط انت بتتحكمي فيه، لون الخيط انت اللي بتتحكمي فيه، انا بس بديكي فكرة بسيطة. يا رب يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه وطلعت منه بفكرة حلوة. ممكن تنفذوا الطريقة دي بدل الشوكة، تنفذوها على صوابعكم الاتنين، مفيش اي مشاكل لو انتوا حابين. ده كده الشكل في النهاية. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة من قلبكم. وكمان لو حابين ان انتوا تدعموني اكتر وتضغطوا لايك هكون مبسوطة جدا جدا جدا. وكمان لو حابين تشوفوني تاني وتشوفوا افكار اكتر انزلها لكم، ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو حابين اي موديل او اي حاجة انفذها لكم، او مش عارفين اي حاجة في الكروشيه، ما تترددوش اكتبولي في الكومنتات. مش عايزين تكتبوا في الكومنتات، هتلاقوا لينكات الصفح بتاعتي والجروبات في صندوق الوصف. بس كده راسلوني، واشوفكم الفيديو اللي جاي على خير. باي باي.